فقال لخديجة: ما لي؟ فأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى، وهو ابن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن العم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله عليه الصلاة والسلام خبر ما رأى. فقال له ورقة: والله هذا الناموس الذي نزله الله على موسى، يا ليتني فيها جدعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام وتناقص.